4 شروط لازم تتوفر فيك لحتى تقدر تقدم على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية. أولاً أنك تكون مقيم بأحد دول مجلس التعاون الخليجي. ثانياً أنه تكون تأشيرتك صالحة لمدة 3 شهور على الأقل. ثالثاً أنه يكون باسبور سفرك فيه صلاحية لا تقل عن 6 أشهر. ورابعاً أنه تكون مهنتك أحد المهن المعتمدة على منصة التأشيرات لوزارة الخارجية السعودية. طبعا معلومة مهمة للعائلات اللي حابة تزور المملكة العربية السعودية عن طريق التأشيرة السياحية، يشترط بولي الأمر أو الوصي أنه هو يقدم بشكل مستقل على الفيزا السياحية من ثم يقدم لباقي أفراد العائلة. وطبعا يشترط أنه يكون موجود في حالة الدخول للمملكة العربية السعودية. للتقديم كل اللي عليك انك تدخل على موقع وزارة الخارجية السعودي منصة التأشيرات، رح نترك لكم الرابط في الشرح. من بعد منا بتسجل حسابك كأفراد، بيوصلك رسالة تفعيل على بريدك الإلكتروني. من بعد منا بترجع بتعمل دخول بنفس اليوزر نيم والباسورد اللي انت حطيتهم، من خلالهم بتقوم بعملية تعبئة البيانات المطلوبة منك. من ثم بنروح لعملية الدفع اللي هي لا تتجاوز $150، وبعدين ننطر صدور التأشيرة.